مسلسل كيا العمل الدرامي هذا اللي من كتابة سندس عبد الرحمن وأسامة قبي اللي هو المخرج تاع المسلسل هذا. بعد المخرج هذا يحب يخدم مع فيس اوت اوف ذا بوكس، والحاجه اللي تعجبني انه انسان كرييتيف. وفي مسلسل كيا راح نتبعوا قصه تاع واحد الاشخاص يعيشوا في الدوار هذا البيئه تاعو ما تنتميش للبيئه تاعنا، يعني عندهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصه، حتى طريقه اللباس مختلفه. ويقودهم شخص واحد اسمه مختار هذا عنده نمط تفكير معين، طريقه تاعو تاع المعامله ولا عقليته بزاف قاصحه، وعلى ما اظن هو الفيلن تاع المسلسل هذا. الله اعلم، ممكن يكون غلط على خاطر راني شايف غير الحلقه الاولى. بينما نشوفوا عائله اخرى، العائله هذه تعيش في نمط معين، البيئه تاعنا تشبه لنا. العائله هذه اسمها عائله بن محمود اذا ما كنتش غلط. وعائله بن محمود هذه تجمعهم واحد النقطه مع الدوار هذاك اللي كنت نحكي لكم عليه اللي يقودوا مختار. نخليكم انتم تكتشفوا الحاجه هذه. المسلسل من اول حلقه شدني، من الدقائق الاولى يعني شدتني اصلا. طريقه تاع التصوير، اجواء جديده، الخيال تاع الكاتب اللي كان يبان في الاخراج، وطريقه التصوير اللي كانت سينمائيه تجيك في لا تيليفزيون. زيد لها دلاله الالوان اللي كانت في الكولر جريدنج اللي كانت تجمع بين الاصفر والبني، اللي كانت تبين التلوث المعيشي والفكري اللي كان في هذاك الدوار، اضافه للاداء المليح تاع الممثلين اللي كان كاين تناسق بين الجيل القديم والجيل الجديد. مد لمسه مليحه في المسلسل هذا. الحوار ثاني كان حوار في المفيد، يعني ما كاش تمطيط ولا تطويل بلا فايده ولا جيست برك حوارات ما عندهم حتى معنى. تسمى عمل متكامل الله يبارك. لحد الساعه ما شفتش اخطاء، ما شفتش حفايز سلبيه. بون الحلقه الاولى شفت برك، ان شاء الله يكمل هذا المسلسل كيما هكذا، ان شاء الله ما يديكراتيش. ننصحكم تشوفوه على خاطر انا واحد من الناس بزاف عجبني. كلمه تاع حق واش راح نقول لكم. اذا عجبكم نتوما كاش عمل وحايبين نحكي عليه خليوه لنا في تعليق. ما تنساو شوفوا كيا ورجعوا لي الاخبار. بيس عليكم.